السلام عليكم ورحمة الله، تنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. تنقول لكم مرحبا بكم في فيديو جديد. واليوم غادي نوجد معكم العدس بطريقتي، تيجي رائع، تيجي لذيذ بزاف. غادي نوجدو معكم بالخصوص المبتدئات ولا اي سيده تدير هكا العدس وما تيجيهاش زوين، واخا تطيبو ما تيعجبهاش. غير طبقي اختي هاد الطريقه هذه وغادي تشكريني عليها. غادي يبدا يعجبك العدس وغادي واخا تكوني شحال من وحده ما تتبغيش واخا تطيب العدس تاكلو صافي، ولكن الا درتي هاد الطريقه هذه غادي يجيك لذيذ بزاف وغادي تبداي تاكليه يبدا يعجبك، انا متاكده. هنا بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بها هي بطبيعه الحال شديت العدس، نقيته غسلته مزيان. هنا غادي نفزقو، ضروري هنا نفزقو واحد الساعه قبل او نص ساعه على الاقل. علاش غادي نفزقو هنايا؟ باش ملي نطيبو ما تحلش معنا، تيبقى الحبه على اختها. وصافي هنايا من بعد ما فزقتو انا ساعه، ولا كنتو هكا المهم نسيتو ما فزقتوش، المهم خليوه على الاقل نص ساعه. هنا عندي الزيت، نص كاس ديال الزيت، ولكن غادي نزيد من بعد غادي نزيد زيت البلديه. عندي هنا بصله متوسطه اللي قطعتها رقيقه، وجوج حبات ديال الطماطم تيكونوا متوسطين حكيتهم في حكاكه رقيقه. هنا بالنسبه للتوابل هنا كاين السر، شحال من وحده كدير فيه الكمون، الكمون ما تيجيش مع العدس، تيتلفلو المذاق ما تيجيش بنين. هنايا غادي نحتاجو عندي معلقه صغيره ديال الكركم، معلقه صغيره ديال بابريكا او التحميره. هنا فلفله حاره سودانيه. وهنايا بعض المرات تنتفاداهم ما تنديرهمش السكينجبير والابزار، عندي غير راس المعلقه، راس معلقه. بعض المرات تنتفاداهم ما تنديرهمش نهائيا. ولا درتهم تندير غير راس المعلقه، راس المعلقه ما تنكثرش. عندي هنايا قزبر ومعدنوس اللي تيكونوا مفرومين. وعندي الثومه، هنايا عندي معجون ديال الثومه، عندي واحد نص المعلقه، ولكن مازال غادي نزيد الثومه ريوس، عندي واحد 4 ديال الدروس ديال الثومه غنرميهم هكذاك صاينين. تيجيو زوينين بزاف، وبطبيعه الحال الحار اللي تيبغي انا كيعجبني. وهنايا عندي هاد الفلفله، عندي فلفله صغيره حمراء وفلفله خضراء. الفلفله تتعطي واحد المذاق زوين للعدس، وتقدروا تزيدوا حتى خيزو ولا المهم لكم الاختيار، ولا تقدروا تفاداهم، ولكن الفلفله تتواتى مع العدس بزاف بزاف. هادو هما المكونات اللي غادي ندير. وبطبيعه الحال هذيك الطرونج ديال الحامض اللي شفتو غادي نضيفها، تتعطينا واحد المذاق اللي زويون. وحاجه اخرى، داك بالنسبه للحامض تيخلينا العدس يعطينا واحد اللوين اللي زوين، ما تيجيناش كحل، فهمتوا؟ والفلفله ها هي قطعتها، حتى هي قطعتها رقيقه بحال هكايا، مربعات رقاق. الفلفله تتواتى بزاف مع العدس. الا كان عندكم غير لون واحد، الا كانت غير خضراء ضيفوها، الا كانوا جوج الوان ضيفوهم، وراه تعطي واحد المذاق رائع بزاف. انا خديت طنجره ديال الضغط وغادي نخوي فيها العديسه من بعد ما صفيتها. هاد الطريقه هذه تتخلي العدس يجي لذيذ بزاف، اعتمدوها. المهم القطاني كاملين تقريبا تندير لهم نفس الطريقه. صافي درت العدس هو الاول، وغنضيف له البصله ونزيد له الثومه وهذيك الفلفله اللي قطعنا، باش نخليهم يتقلاو مزيان. هاد الثومه وهاد البصله تيعطيو واحد اللوغو زويون منين تنقليوهم في الزيت مع بعضياتهم. صافي انا غادي نضيف الفلفله وغادي نضيف لهم غير زيت المائده في الاول، حتى الاخير عاد نزيد لهم زيت الزيتون هكا باش نسمو. صافي دابا غادي نشعل عليهم، غادي نزيد داك الزويته وغادي نشعل عليهم البوطون ونخليهم يتقلاو مزيان. وهنا غادي نضيف الملحه، راه نسيت ما حطيتهاش مع المكونات، هي غادي نضيفها في الاول. الملحه غادي نضيفها في الاول ملي نبغيو نشحروا هاد العدس مع البصله والفلفله. وهنا صافي غادي نديهم نشعل عليهم البوطون نخليهم يتقلاو مزيان، ضروري هاد العمليه هذه نخليهم يتقلاو مزيان. هنا بطبيعه الحال العدس يبقى على حسب الكميه ديال عدد الاشخاص، انا هنايا 250 غرام كافياني، كافيه ووافيه. وصافي هنا نبدا نقلي فيه حتى تدبل لينا ديك البصله وديك الفلفله وهذيك الثومه تطلق لينا المذاق ديالهم، ما يطلقوا لنا مع العدس. هنايا هذا هو السر اللي تيخلي لنا العدس او القطاني بصفه عامه تتجي بنينه. وهنا كما شفتوا راني حطيت، ضفت هنايا واحد معلقه صغيره ديال الطماطم المركزه، وتتبقى اختياريه، كنت نسيت ما حطيتهاش مع المكونات، وبطبيعه الحال تبقى اختياريه، غير هي تعطينا لون ومذاق اللي زوين مع العدس. صافي هنا نحركو شي مزيان ونخليهم يتقلاو ونرجع معاكم. وهنا كما تشوفوا من بعد ما تشحروا مزيان، هذا هو السر ديال
ندير العدس باش يجينا بنين. ضروري من هاد المرحله نعطيوها حقها، نخليهم يتقلوا مزيان ويتشحروا مزيان بطبيعه الحال مع التحريك هكا باش ما يلتصقناش في الطنجره. هنا ضفت 4 ديال الفصوص ديال الثوم، نضيفوهم صاينين. في الاول درنا الثومه اللي محكوكه، او انا ضفت معجون ديال الثومه. دابا ضفت هذوك 4 ديال الفصوص، 4 او 5، وغادي نزيدو مطيشه اللي تنكونوا حكيناها في الحكاكه رقيقه، ومعلقه ديال القزبر ومعدنوس اللي تكونوا مفرومين. دابا غادي نزيدو التوابل، معلقه ديال التحميره او بابريكا معلقه صغيره، معلقه ديال الكركم، نص معلقه ديال الحار اختياري اللي تيبغي الحار، وراس المعلقه ديال الابزار، وراس المعلقه ديال السكينجبير. صافي ونخلط كلشي مزيان، نخليهم واحد شي شويه يتشحروا او يتقلاو. عاد من بعد نضيفوا الماء. انايا درت الماء تيسخن هكا باش ما ياخذش معايا وقت في الطياب، باش يطيب لنا بسرعه. صافي هنايا من بعد ما خليتهم تتقلاو غادي نضيف الماء، غادي نغطي عليه الماء اللي تيكون الماء سخون هكا باش ما ياخذناش وقت. وصافي هنايا اخر حاجه هي غادي نضيف داك طرونج ديال الحامض. الحامض هو اللي تيخلي لنا هذاك اللون ديال العدس ما تيجيناش كحل، وتيعطي مذاق اللي زوين. صافي هنايا غادي نسد على الطنجره ديالتي، وغادي نحسب لها منين تصفر، نحسب لها ثلث ساعه يكون العدس ديالي واجد طاب، تيطيب بسرعه ما تياخذش معنا وقت. صافي هنا من بعد ما طاب العدس، هنايا اخر حاجه غادي نضيف ليها، هنايا طفيت على البوطه. صافي غادي نعري عليه هنايا، وغادي نشوف واش طاب هو هذاك ولا لا بعدا. صافي وغادي نزيد عليه هنايا اخر حاجه هو شويه ديال زيت الزيتون. صافي هنا بان لي العدس راه طاب كما شفتوا، راه طاب هو هذاك، ما تياخذش معنا وقت نهائيا، دغيا كيوجد. هنا غادي نضيف زيت الزيتون تيعطي واحد المذاق اللي رائع بزاف للعدس. صافي تنحطو هنايا نزيد هذا الزيت حتى لاخر حاجه باش يبقى هكاك لوغو ديالو باين. صافي هنايا خليته من بعد ما درت زيت الزيتون، نولي نشعل عليه البوطه ونخليه يتشحر غير واحد 5 دقائق بلا ما نسد عليه الطنجره. وهنايا من بعد ما داز ديك 5 دقائق صافي غادي نطفي البوطه، وغادي نخليو فيه المريقه كما تتشوفوا. غادي نخليو فيه المريقه، راه هو منين تيبرد شي شويه راه تيتشرب وتيعقاد. ضروري نخليو فيه هذيك المريقه باش منين نبغيو نقدمو ما يجيناش ناشف بزاف، تيعقد تيجي هو هذاك. صافي هنايا غادي نسد عليه الطنجره وغادي نخليه حتى نقدمو معكم ان شاء الله. وصافي هنايا من بعد ما خليته حتى تشرب وعقاد، دابا غادي نقدمه معاكم. ما شاء الله تيجي عدس رائع بزاف، تيجي الحبه على اختها ما شاء الله، وتيجي لذيذ بزاف. اللي ما تعجبهاش العدس ولا غير تاكلو هكاك وصافي، غير ديري هاد الطريقه هادي غادي يبدا يعجبك العدس، غادي تبداي تاكلي فيه تتشبعي وما غاديش تقنعي منه. تيجي رائع بزاف، تيجي لذيذ بهاد الطريقه هادي، تيجي لذيذ بزاف. وإلا كنتو وصلتوا حتى لهنا الفيديو تنقول لكم شكرا بزاف على المتابعه. غير ما تنساوش تخليو لي واحد التعليق يكون زوين بحالكم، وتخليو لي واحد لايك، تنكون مشكوره لكم. صافي هنايا نقدم معكم هذا العدس هذا وتنقدم لكم بالصحه والراحه. هنا هذا هو الشكل النهائي ديالو، تيجي عاقد، تيجي ما محلول ما والو، تيجي الحبه على اختها وتيجي لذيذ بزاف. قدمته لكم هنايا مع خبيز سخون ديال الزرع، وهذا هو الشكل النهائي ديالو. غير جربوه بهذه الطريقه هذه. كل سيده تعرف ديال العدس، انا تنهضر بالخصوص مع المبتدئات ولا اي وحده ما تعجبهاش هكا تدير العدس وما تعجبهاش، جربي هذه الطريقه هذه غادي يعجبك، وغادي تبداي معتمداها دائما، غادي ديري نفس الطريقه وغادي يبداو ياكلوه وليداتك وتاكليه حتى انت يعجبك. وكما شفتوا راه تيجي الحبه على اختها، تيجي ما شاء الله وتيجي لذيذ بزاف. هنا تنقدموا لكم بالصحه والراحه، وتنقول لكم ان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد مع وصفه جديده. مع السلامه.